السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك حبيب قلبي فيديو جديد عن برضو طريقة حظر ارقام الواتساب بند حظر جديد غير الفيديو اللي فاتت. تابع الشرح لحد الاخر عشان تعرف تحظر بالبند ده كويس، واقول لك كل حاجة في قلب الفيديو عن الحظر الارقام، لان التحديث الجديد من الواتساب بقى فيه حاجات اللي هي بتصعب الحظر وبتخلي اي حد معرفش يعرف يحظر زي الاول. فانت تابع الشرح لحد الاخر، هفهمك كل حاجه، يعلمك ازاي تحذر ارقام، وبقى انت سايبلك في وصف الفيديو. بس الاول قلب اخوك، لو انت مش مشترك عندي في القناه متنساش تعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، لايك كومنت الفيديو وكمل الفيديو لحد الاخر. صلى على النبي ونبدا الفيديو. فدلوقتي قلبي، دلوقتي بند حظر ارقام اعمال ومتجر، تمام؟ فاقول لك دلوقتي الاعمال كام والمتجر كام، تمام؟ فدلوقتي ايه، انت عندك نسخه العكس طبعا مفعل عليها ارقامك. خش على نسخة العكس، أول ما تبدأ بقى تيجي تحذر 3 نقط، تيجي عند تفعل زرار العكس اللي هو ده، هتفعله، تمام؟ هتعمل ايه بقى؟ هتجيب الرقم الأعمال اللي هيكون متصل اللي انت عايز تغيره، مثلا الرقم ده متصل اهو، هنجيب الرقم ناخده كوبي بالشكل ده، هنخش عليه كده. فانت لو خدت الرقم كوبي، هو مش لازم يكون معاك في النسخة هنا، عادي. لو انت خدت كوبي واخد الرقم كوبي، هتيجي عند 3 نقط وبعد كده رسالة رقم غير محفوظ، تحط الرقم هنا كده نسخ، ادخلك جوه الشات بتاعه. طبعا التفاعل زر العكسي، فهوريك البند انهو عشان ايه، بس تبقوا عارفين البند، عشان مش هينفع ازوره في قلب الفيديو عشان الفيديو ما يتحذرش، تمام؟ هو ده هيكون البند، هو ده اللي هسيبلكوا في وصف الفيديو. ركز معايا، هو ده البند اهو، تمام؟ تمام، عملنا الرقم قفل، فمش مهم، هنكمل شرح. هتحط البند في قلب الشات كده، بس عشان انا مش ناظر البند فنعتبر ده مثلا كده البند، تمام؟ حطينا كده البند في قلب الشات، تمام. نطلع بقى، خش على النسخة التانية. لو تعمل الحوار ده من كام نسخة لك برضه دلوقتي، هتفعل زر عكسي ترجع، تمام. نجيب الرقم كوبي اهو، نحط البند بتاعنا اكن ده البند، اكن ده البند اللي انا بعكس بيه. حطيته كده في قلب الشات. طب النسخة التالتة نفس الحوار، نفعل زرار العكسي في النسخة، تمام. نطلع ونحط البند في قلب الشات اللي هو ده، تمام. انت هتعمل الحوار ده صاحبي من كام نسخة؟ من 7 نسخ او 8 نسخ، تمام. ده لو انت في الاول من 7 نسخ، انا لسه شايف الفيديو بعد فترة عشان طبعا البند هيضعف من كتر الناس اللي هتستخدمه الكلام ده. فانت تعمل من 8 نسخ، تمام. خلصنا كده، حطينا البند في قلب الشات. نطلع نقفل زرار العكس، نقفل زرار العكس من كل النسخ بتاعتنا، تمام. تمام، نقفل الزرار منخلوش مفتوح واحنا بنعكس. نبدأ بالأرقام الأساسية. الأضمن يكون معظم الأرقام اللي معاك أساسي، يكون معاك رقم تفنيش عشان تعرف تضمن إن الرقم بيطير، تمام يا قلبي؟ أهم حاجة يكون معاك رقم تفنيش عشان تضمن إن الرقم يطير معاك أسرع، تمام. هنيجي بقى كده عند اللي بيلغى النشاط التجاري. هقولك ركز برضو معايا عشان هقولك المتجر بيطير ازاي. والرقم متصل، أهم حاجة رقم الأعمال يكون متصل. نعمل من هنا 25 إبلاغ أو 30 إبلاغ، 30 إبلاغ أضمن، تمام. الشكل ده كده، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. انا مش لازم اقول لك بالظبط، ممكن تكتر في الابلاغات عادي، كل ما انت بتكتر في الابلاغات وتعمل ابلاغات اكتر بكتير، الرقم كده بيطير معاك اسرع، او ممكن يطير اقل من النسخ اللي انا قلت لك عليها، بس تكون انت مكتر في الابلاغات، تمام. هنعتبر احنا كده عملنا 25 إبلاغ أو أكتر، وتديله إبلاغات كتير. بلغ على قد ما تقدر من بره، الرقم متصل، تمام. دخلنا كده جوه الشات بعد ما خلصنا إبلاغاتنا بره. نيجي هنا كده على
البند ذات نفسه، هنحدد على البند. انا بقى بحدد على البند اللي هي على الرسالة ذات نفسها اهي. تيجي على التلات نقط تعمل عليه 5 إبلاغات. 2 3 4 5. تمام. وانا طبعا هسيب لك النسخ العكس دي في وصف الفيديو، النسخة اللي هي القديمة، بس انا هسيب لك النسخة الجديدة. النسخة الجديدة اللي هي النسخة التانية. تمام. خلصت كده ضغطت على البند. تتعمل ده كله ورا بعضه، ده كله يكون بسرعة. تيجي بقى قلبي عند الإبلاغ اللي هي علامة الديسلايك دي، تفضل بقى تديله إبلاغات منها. يعني انت لو عديت من 50 إبلاغ فيها عادي ولا يهمك، كمل. عد 50 إبلاغ فيها الحتة دي، افضل اديله إبلاغات كده منها كتير. هي سهلة ومش هتاخد منك، انت لو بتعمل 100 إبلاغ مش هياخد منك دقيقة واحدة، مش هياخد منك دقيقة. افضل كده اديله إبلاغات منها من الحتة دي كده علامة الديسلايك، فاللي هي بتعمل بسرعة قوي، أسرع من التانية اللي هي الإبلاغات اللي فوق. تمام. افضل كده اديله الإبلاغات بتاعتنا والرقم متصل طبعا. هنيجي نخلص الإبلاغات هنا كلها من هنا، ونيجي عند آخر إبلاغ هنفعل بقى علامة الصح دي، إن هو كله علامة صح متشالة مش متفاعلة. هنفعل بقى علامة الصح دي ونعمل إبلاغ. تمام. خش بقى على النسخة اللي بعدها وتعمل نفس الحوار على طول على طول، والرقم متصل. تديله الإبلاغات بتاعتك. خلصنا 30 إبلاغ من بره. تمام. خش جوه الشات، حدد على البند، نديله 5 إبلاغات على البند، نديله بتاع 50 إبلاغ من جوه الشات كده بالشكل ده كده. نيجي عند آخر إبلاغ نفعل علامة الصح كده، وزرار العكس مش متفاعل. هتعمل الحوار ده من كل النسخ اللي معاك. خلصنا الإبلاغات من النسخ كلها. خلصت الإبلاغات من النسخ كلها. هتعمل إيه؟ هتيجي عند آخر نسخة، الرقم بقى انت خلصت الإبلاغات عليه. هتجيب الرقم اللي انت بتعكس عليه وتخش بقى من رقم تاني تبعتله رسالة. شوف بس زرار العكس الأول متفاعل ولا لأ. فلا، نشيل زرار العكس نقفله. طبعا دي النسخة اللي هي الجديدة اللي أنا بقولكوا عليها، اللي هو التحديث الجديد، دي اللي هي متحدثة. تمام. نيجي بقى نحط الرقم هنا كده بالشكل ده اللي احنا هنخش نكلمه. تبعتله أي رسالة بقى، بقولك ايه كده، لو سمحت. ممكن تبعتله أي حاجة تخليه يرد عليك. تمام. طول ما هو هيرد عليك كده اعرف ان الرقم بتاعه هيطير. ممكن ياخد وقت شوية لحد ما يطير، بس مش هيكمل معاك كتير. تمام. طب ده للأعمال. طب للمتجر، البند شغال للمتجر بس يا شباب، مش كل المتجر أنواع. لو رقم متجر ضعيف وطاير قبل كده كتير، هيطير معاك برضو من حوالي 8 ل10 مساحة. تمام. بس تكتر في الإبلاغات اللي أنا عملتها، تكتر عن الإبلاغات اللي أنا قلتها أصلا. تمام. ده لو رقم ضعيف. رقم قوي بس ممكن يطير، بس انت وحظك، لان بعد التحديثات الجديدة فمعظم البنود متبقاش ماسنجر، بيبقى اعمال بس. تمام. لان الحظ برضه مبقاش زي الاول، وان مبقاش اي حد بقى بيعرف يحضر، والترجمة بقى صعب جدا. وانا لحد ما بلغها وانزل لكم بند، عشان بس الضغط اللي عندي، الدروس والدراسة والكلام ده كله والشغل برضه. فبإذن الله هنزل لكم بنود على طول، وكل حاجة نازلها في قناة تليجرام هناك. خش اشترك في قناة تليجرام، هسيبلك اللينك بتاعها في وصف الفيديو. ادي دي القناة. تمام. خش اشترك فيها، بنزل كل حاجة هناك أول بأول، بحث الأرقام وكل حاجة بتكون موجودة في قلب القناة هناك. تمام. فخش اشترك فيها. عايز أي حاجة كلمنا على التليجرام. أهم حاجة متنساش اشتراك في القناة وفعل زر الجرس. سلام يا شباب.